واما واحد المخلوق موجود في فرنسا، فهمتيني ولا لا، مشى كيشتم في الفلسطينيين وتيقول هادو ماشي حيوانات، يعني ادنى من. انا اول فكره جاتني هي انه يمكن هاد الناس هادو يتقارنوا بالحيوانات، ولكن خصهم يتقارنوا بالاسود والنمور والحيوانات الشجاعه والقويه. ولكن انت مجرد كلب، ان شيان دو كومباني، ماشي تا كلب ديال الحراسه، سي ان شيان دو كومباني دو صالون. هذاك الطاهر بن جلون والعياذ بالله يقول هذا الشيء هذا على الناس. بغيتي كاع انتقدهم في حدود السياسه. الناس يموتون في سبيل الله. دو كوا تو بارل السي بن جلون؟ هذا الشيء اللي كتقول انت ما داروش الفلسطينيين 30 عام هذه 30 عام هذه، يعني تفاهموا مع اليهود وما نعرف شنو ولاو كيديروا في الاخر، ولاو تيقبطوا الفلسطينيين وتيسلموهم لليهود، وبالمقابل الاستيطان غادي كيتزايدوا الاعتداء على المقدسات، والمسجد الاقصى في خطر، والقتل ديال الرجال والنساء والاهانه ديال الاعراض. ملي تهين العربي في العرض ديالو وفي الدين ديالو وفي المقدسات ديالو، شنو بقى الدنيا بابها القيمه ديالها كاع؟ التاريخ ديالنا شي واحد من ذاك المغول يعني قدر على احد من ملوك المسلمين في ذاك الوقت. هذه واحد الحادثه معروفه، وشرط عليه يتنازل له على المدن وهذا الى اخره. هذاك الملك قبل قال له تزوجني بنتك، قال له هذه لا. بقى هذاك الملك غير شد في راسه، قال واه هذا، لانه العربي العرض ديالو واخا هذاك قال له تزوجني، العرض ديالو بالنسبه اليه يعني لا حياه بعد ضياع العرض. وانت يا الويل، حاشا السامعين، انت ويل. والبارح بالمناسبه لقيت واحد المقاله كتبها واحد السيد سميتو، خصني نقول لكم سميتو، فهمتيني لا الا عرفت، مختار بالفرنسيه، مختار الشاوي. برد لي الخاطر ديالي، الله يجعل مأواه الجنه. هذاك المقاله ما نعرفش هذا السيد، عمرني ما عرفته، وشحال فرحت. هذا ولد، هذا ابن الامه العربيه والاسلاميه، وانا متاكد انه ابن مدارسها. هذا التعليم اللي جالسين كيصبكوا فيه وحنايا تابعينهم بحال اللي تيقولوا تابع الجلاله بالنفخ. التعليم ديالنا مزيان، خصو اصلاحات معقول، ولكن كيضربوا في التعليم ديالنا باش يستبدلوه بالتعليم ديال البعثات اللي كتخرج لينا بحال هذا الطاهر بن جلون. وين كان كنظن هذا ما قاريش كاع في شي بعثه، هذا قاري غير في بعثه الطمع والمال وما عندوش حتى الشجاعه. النهار اللي كان المغرب غيلعب مع فرنسا قالوا له شكون اللي غادي يربح؟ قال لهم كلنا غنربح، جوجنا غنربحوا. قالت له هذيك الصحفيه الفرنسيه، قالت له هذا الشيء اللي كتقول ماشي معقول، فهمتيني ولا؟ هذاك حاشاك ويل، فهمتيني ولا؟ ما عمرني احترمته، وداك الشيء اللي كنسمع عليه حتى في تسيير شؤون بيته يعني لا يعني لا يشرفني ان يكون هذاك مغربي بحالي، فهمتي؟ ولكن ما كنتش كنظن غيوصل لهذه الدرجه هذه. اما وقد وصل فقد اقام على نفسه الحجه في الدنيا وعند الله، حتى يمشي عند الله عاد يشوف ذاك الكلام شنو هي النتيجه ديالو. هادو السي بن جلون، اذا كنت انت باقي فيك شي ذره ديال الايمان، هادو اولياء الله، وتيقاتلوا وكل واحد منهم يتنافس في ان يكون شهيدا، ويعتبر نفسه سعيدا ان مات شهيدا. والله سبحانه وتعالى في هذاك النهار كتب لهم نصرا مؤزرا لم يكونوا يحلمون به. ولا بغيتي تقول باللي وقعت يعني تجاوزات، ولا هذا شيء عادي، ما كاينش حروب بدون تجاوزات، ما كاينش حروب بدون ومع ذلك اليهود كذابين، كذبوا على بايدن وكذبوا على وسائل الاعلام، وخرج بايدن خرج
كيعتذر كيقول كذبوا عليا وتيقتهم. ولكن خصكم تعرفوا باللي في السياسه ملي تكذب وتدوز الكذبه واخا تعتذر عليها راه داك الشيء تيعمل الاثار ديالو. ولهذا الان هذاك الغربيين عماهم الله. وانا انادي كاين فيهم ناس معقلين، كاين فيهم يهود تيقولوا لهم ما ديروش هذا الشيء بسبيتنا. واش تمنع على الماء، تمنع عليها الطعام، تمنع عليها الكهرباء، تخلي الناس تهدد بقصف المستشفيات. ما قصفوش المستشفيات الان ياك؟ لا كاين اللي ديال القدس، مستشفى القدس انت سميتو مستشفى. وانت ما تزال تناصرهم والغرب ما يزال يناصرهم.